أهلا بيكم. النهاردة معانا مصدر واحد بس بيقدم رواية شخصية جدا ومفصلة ومليانة أحداث. وهي شهادة زوجة الكابتن حسام حسن. هدفنا نحاول نفهم القصة من وجهة نظرها هي زي ما حكيتها بالظبط في المصدر ده، ونشوف إيه اللي حصل يعني خطوة بخطوة. بالظبط. القصة زي ما هي بتحكيها بتبدأ بموقف مفاجئ في بيتها في فيلتها، وبعدين الأمور تتصاعد بسرعة، تدخل الشرطة، وبعدين الصدمة الأكبر اكتشافها قضايا قانونية قديمة هي نفسها ما كانتش تعرف عنها أي حاجة، وفي الآخر توصل لتجربة الحجز. الغريب فعلا أو اللافت للنظر هو التناقض اللي هي بترسمه. تناقض بين إيه وإيه؟ يعني بين العلاقة الشخصية اللي بتوصفها انها كانت قوية جدا وكان في مودة وكلام زي الغالية وكده، وبين الإجراءات القانونية الحادة دي اللي لقت نفسها في وسطها فجأة. تمام، خلينا نمسك كده أهم النقط في كلامها. أول حاجة المواجهة اللي حصلت في الفيلا دي، وبعدين قسم الشرطة، وبعدين النقطة المفصلية دي بتاعت اكتشاف الحكم القضائي ده اللي قلب الموازين تقريبا. فعلا، الاكتشاف ده هو مربط الفرس زي ما بيقولوا. هي بتحكي انها وقت ما كانت بتخلص إجراءات بسيطة خالص في قسم الشرطة، بتكتشف كده يعني بالصدفة ان في حكم قضائي غيابي صدر ضدها، حكم قديم من سنة 2023 حكم بإيه؟ بالحبس شهر. والمفاجأة الأكبر إن الحكم ده كان بناء على بلاغ من زوجها نفسه بيتهمها فيه بالاعتداء عليه، وكان مقدم مع البلاغ تقرير طبي. وهي بتقول إنها متعرفش أي حاجة عن الموضوع ده، لا البلاغ ولا الحكم. هي بتأكد تماما إنها ما كانتش تعرف أي حاجة خالص قبل اللحظة دي، يعني حكم صادر في غيابها وبدون أي علم مسبق ليها، على الأقل ده حسب روايتها. طيب وهنا بقى الموضوع أكيد خد شكل تاني خالص. اكتشاف زي ده معناها إنها لازم تتحجز لتنفيذ الحكم ده، صح؟ بالظبط، وده اللي حصل. اضطرت تقضي الليلة في الحجز، وبتوصف التجربة دي. لكن اللي بيزود يعني الدراما في القصة بتاعتها هو التوقيت، عنصر التزامن ده مهم. تزامن إيه مع إيه؟ فهي بتقول إن في نفس الوقت اللي كانت هي فيه الصبح في النيابة عشان تعمل إجراء قانوني اسمه معارضة، يعني بتعترض رسميا على الحكم الغيابي ده عشان يتفتح تاني وتدافع عن نفسها. تمام. في نفس التوقيت ده بالظبط كان زوجها حسب كلامها بيغير أقفال الفيلا، الكوالين يعني، ومعاه ناس تانية بتساعده. معقول؟ التوقيت ده فعلا غريب جدا لو ده اللي حصل. يعني بدل ما يكون معاها أو بيحاول يساعدها في الموقف القانوني الصعب ده، بيكون بيغير أقفال البيت. هي أكيد استغربت جدا. طبعا، وهي بتسأل السؤال ده صراحة في كلامها، بتقول ليه ما عملش كده، ليه ما كانش موجود يساعد. وهنا بقى بنتنقل من الوقائع الجافة للجانب الشخصي أكتر، للعواطف والعلاقة نفسها. إزاي يعني؟ إيه اللي قالته عن علاقتهم؟ هي بترجع تفتكر وبتقول إن العلاقة كانت قوية. بتقول إنه كان مسميها الغالية، وإنه كان بيعتبرها صاحبه الوحيد. وبتلمح كده إن ممكن يكون عمل كده لأنه شايفني أقدر أستحمل ده، يعني كأنها قوية وتقدر تعدي الموقف. بس في نفس الوقت في نفس الوقت بتتهمه بشكل مباشر وصريح بالابتزاز وبمحاولة استغلال الموقف ضدها. وبتقول معلومة إضافية إن أفعالها دايما بتكون رد فعل، مش هي اللي بتبدأ، وبتشير لوجود قضية صب وقذف قديمة بينهم، بس الموضوع ده اتصالحوا فيه زمان. وفي نقطة تانية حساسة ذكرتها، ليها علاقة بحالتها النفسية. أيوة، نقطة مهمة. بتقول إنه عارف كويس جدا إن عندها فوبيا، خوف مرضي من الأماكن المغلقة، وهي بتعتبر إنه تعرضها لموقف الحجز ده في استغلال متعمد للنقطة دي بالذات عشان يأذيها نفسيا أكتر. ياه، ده بيضيف بعد تاني خالص للموضوع من وجهة نظرها طبعا. صحيح. وفي الآخر بقى خلاصة مشاعرها إيه؟ هي بتعبر عن صدمة شديدة وإحساس بالخيانة، مع إنها بتقول يعني إنه طبيعي أي زواج يكون فيه مشاكل، مفيش جواز مثالي. لكن اللي حصل ده بالنسبة لها كان كسر لكل حاجة. وصلت لقناعة إن القصة دي انتهت خلاص. يعني العلاقة ما بقاش ينفع تتصلح زي ما قالت. بالظبط، ده تعبيرها. بتقول قصتنا خلصت، وإن تركيزها الفترة الجاية هيكون على مسارين: الإجراءات القانونية اللي هتاخدها، وعلى أولادها. وقالت جملة لافتة جدا بتلخص يمكن التغيير النفسي اللي حصل لها بعد تجربة الحجز دي. قالت ايه؟ قالت ما بقتش بخاف، كأنها عدت أصعب حاجة فما بقاش في حاجة تخوفها بعد كده. إذن احنا قدام رواية
هي وجهة نظر واحدة طبعا، بس مليانة تفاصيل ومشاعر قوية ومتناقضة، من وصف القرب وحب وألقاب زي الغالية، لخيانة وصدمة قانونية مفاجأة، لقرار نهادي بقطع العلاقة تماما. فعلا هي رواية مؤثرة بتفاصيلها، والنقطتين اللي بيخلوا الواحد يقف عندهم هم فعلا اكتشاف الحكم القديم ده بالصدفة والصدفة البحتة، والنقطة التانية هي تزامن تغيير الأقفال مع فترة وجودها هي في النيابة أو الحجز. هي شايفة إن ده يعني تجاوز غير مقبول بالمرة. وده اللي خلاها تقرر تاخد المسار القانوني بقى. تماما، هي دلوقتي بتتكلم عن خطوات قانونية جاية. طيب، في النهاية السؤال اللي ممكن نسيبه للمستمع يفكر فيه، مش عشان نحكم على حد، لكن عشان نفهم أكتر، إزاي علاقة بالوصف اللي سمعناه ده بالقرب ده ممكن توصل للمرحلة دي من المواجهة، مواجهة قانونية وشخصية وعامة بالشكل ده؟ سؤال مهم فعلا، بيخلينا نفكر في قد إيه العلاقات الإنسانية ممكن تكون معقدة، وإزاي ممكن تتقاطع مع القانون بشكل يغير كل حاجة.